حبه الكوسه بتوعي دول هيبقوا دمار. يعني ايه كوسه؟ ما احنا بنطبخ كوسه. لا، انا هعمل معاكم الكوسه النهارده بطريقه تحفه قوي 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 قوي، هتعجبكم جدا جدا جدا. انا معايا نص كيلو كوسه، او على حسب ما انت عايزه تستخدمي، يعني عايزه كيلو 2 كيلو حسب الكميه اللي انت محتاجاها. انا نص كيلو بس على قدنا. معايا بصله كبيره مقطعاها قطع صغيره. معايا حوالي عن 7-8 حبايات طماطم، يعني نقول برضو ايه نص كيلو طماطم اهو ضرباها. ومعايا معلقتين كبار سكر، ومعايا الملح، ومعايا ايه الزيت بتاعي. ازيد من كده مش هحتاج للكوسه، ما بدلهاش اي توابل ولا اي بهارات ولا فلفل ولا اي حاجه. ازيد من السكر وشويه الملح. كوسه بالسكر، كوسه بالسكر. يلا نشوف مع بعض الكوسه بالسكر نتيجتها ايه. التحفه اللي معانا دي. هننزل مع بعض بشويه زيت اهو، وانزل بالبصله بتاعتي. البصله بتاعت الكوسه ما بتتحمرش، يا دوب بس تدبل حاجه بسيطه كده. الكوسه البصله بتاعتي اهي دبلت شويه، ما اتحمرتش، يا دوب بس ايه تدبل سنه. انزل عليها بالكوسه بتاعتي. واقلبهم مع بعض كده، وانزل عليهم بالسكر. معلقتين صغيرين سكر بمعلقه الشاي، او معلقه كبيره من المعلقه الكبيره بتاعتنا اهو. واسيبهم على النار على الهادي خالص، على الهادي خالص كده. ههدي عليهم النار واسيبهم قيمه ايه يعني لغايه ما الاقي لون الكوسه ده، اللون الابيض اللي احنا شايفينه الجميل ده، بقى لونه ايه بني كده. بقى لون بني كده، خد هو والبصل مع بعض وادوا اللون البني مع السكر كده. السكر ساح معاهم وعمل زي لون الكراميلا كده. هنشوفه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. نهدي عليها ونرجع لها تاني. شايفين يا حبايب قلب الكوسه بقت شكلها عامل ازاي كده؟ الكوسه اهي بتاعتي ادت اللون اللي انا عاوزاه. انزل عليها بالطماطم بتاعتي اهي، واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض. الطماطم مع الكوسه برضو على الهادي، وما احطلهاش ملح دلوقتي، اخر حاجه الملح. واسيبها برضو على الهادي شويه. يا حبايبي بقى هنشوف الكوسه بتاعتنا عشان ايه نحط لها الملح. هنبتدي. شايفين الكوسه بقت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهي، جميله جدا جدا جدا. هبتدي بقى احط لها ايه الملح بتاعها، معلقه الملح بتاعتي. شايفين الكوسه كده؟ الكوسه اصلا استوت اهي، الزياده بتاعتها طردت في جنب خالص اهي اهي، ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه، جميله جدا 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 بجد بجد. احنا كده حطينا لها الملح اخر حاجه، لان الكوسه ما بتحبش الملح كتير. وهنطفي عليها مجرد بس 10 دقايق ان هي تشرب الملح بتاعها، وهنغرفها ونشوفها مع بعض. هنشوف بقى يا جماعه الكوسه بتاعتنا كده خلاص اهي خلصت، ما شاء الله ما شاء الله عليها. شايفين؟ يلا نغرفها مع بعض يا جماعه. شايفين الكوسه بتاعتنا شكلها عامل ازاي اهي؟ بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه تحفه. طبق الكوسه بتاعي اهو، طبعا ما اقولكوش على جماله. جمال الكوسه بتاعتي دي ما اقدرش اوصفها لكم. ايه رايكم في الكوسه بتاعتنا؟ حاجه تحفه. اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.